النهارده انا جاي اخليك معلم ايفون وجاي اقول لك على 30 نصيحه انا متاكد ان انت في اي واحده فيهم ما كنتش تعرفها قبل كده. انا نفسي في حاجات ما كنتش اعرفها عن الايفون وعرفتها وانا بعمل الفيديو ده. اهلا بيكم، معاكم ميجو. اول حاجه وهي باك تاب، ودي عشان تفعلها بتخش على السيتنج، بعدين اكسسبيليتي، وبعدين تاتش، وبعدين بتنزل تحت بتدوس على باك تاب. بيظهر لك الاختيارين اللي قدامك دول. اول اختيار عندك وهي الدبل تاب اللي هي خطتين ورا ظهر الموبايل، بتدوس عليه وتختار اللي انت عايزه. انا مختار سكرين شوت. والاختيار الثاني تريبل تاب، دي يعني 3 خطات في ظهر الموبايل تقدر تفتح بيها اي ابلكيشن من برنامج الشورت كات. انا مختار ان هو يفتح لي برنامج التيك توك. يعني دلوقتي هناخد سكرين شوت ودلوقتي هنفتح ابلكيشن تيك توك بالظبط كده، فتح لنا ب3 خطات في ظهر الموبايل. كمان عندك ميزه لو انت دوست على الصوره دوسه طويله وبعد كده حاولت تروح لابلكيشن تاني الواتس او الاي مسج مثلا وانت شادد الصوره معاك، هتقدر تبعت الصوره دي على طول من غير ما تقعد تدوس على الشير والقصه دي. ولو رحت بقى لاي حاجه فيها كلام او النوت بتاعتك، لو دوست ضغطتين كده على الكلمه يبقى بتحدد الكلمه، لكن لو دوست 3 ضغطات يبقى بتحدد النص كله. ولو فتحت الكيبورد ودوست على السبيس ودوست عليها دوسه طويله هتقدر تتحكم في المؤشر يقف عند انهي كلمه بالظبط. وكمان وانت ايدك ثابته على السبيس، لو حطيت صباعك كده الناحيه الثانيه في اي مكان فاضي على الكيبورد وشديت بصباعك كده هتقدر تحدد تحديد دقيق قوي للكلام. كمان لو انت في الهوم سكرين او في اي ابلكيشن وعايز تجيب حاجه فوق قوي، لو انت تليفونك برو او برو ماكس بتقدر تشد الخط الهوم اللي انت بتخرج منه من الابلكيشن تشده لتحت كده وهتقدر توصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها فوق بسهوله. كمان عندك ميزه سيلكت فايبريشن، يعني تقدر تعمل لاي حد بيكلمك فايبريشن معين مخصص ليه هو، ودي بتفعلها عن طريق ان انت بتخش على الاسم بتاع الشخص، بعد كده بتدوس اديت، بعد كده بتدوس على كلمه رينج تون او النغمه بتاعته، بعد كده بتدوس على الهابتكس، بعد كده كرييت نيو فايبريشن، وهنا تقدر تضغط براحتك وتحدد فيه الفايبريشن اللي انت عايز تعرفه، بحيث الموبايل لو عمل فايبريشن في جيبك تعرف مين بالظبط هو اللي بيرن عليك. كمان عندك خيارات التنسيق انك تظهر لك مره واحده، ده لو انت في ابلكيشن مثلا النوت او في اي ابلكيشن كلام ودوست ب3 صوابعك كده على الشاشه مره واحده مع بعض هيظهر لك كل الاختيارات بتاعه التنسيق بتاعه الكلام. كمان عندك التراجع او اعاده النص. كلنا عارفين انك لو هزيت تليفونك كده مره واحده بيظهر لك رساله بيقدر يرجعك خطوه عن الخطوه الاخيره اللي انت عملتها لو عايز تمسحها، بس بنفس الطريقه دي ممكن تعملها ان انت ب3 صوابع منك بضغطه واحده هتشد شمال هيعمل نفس الحاجه، وكمان لو شديت يمين بقى هيرجعك لنفس الخطوه اللي قبلها على طول. يعني شمال هيرجعك خطوه ورا ويمين هيرجعك لو انت غلطت ان وانت بتمسح. فهمتني؟ كمان عندك بضغطه طويله على البلوتوث او الواي فاي هتقدر تخش على السيتنج بتاعتهم من غير ما تخش على ابلكيشن السيتنج. هتنزل مركز تحكم كده وتدوس دوسه طويله على الواي فاي او البلوتوث هيظهر لك كل الشبكات اللي هم شايفينها وتقدر تتعامل فيها بدل ما تخش على السيتنج بتاع الموبايل. قبل ما نكمل بس ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب الجمال بتاعك يا صديقي. بص في شويه نصايح كده بسيطه ممكن انا عارف تبقى بسيطه للناس او سهله، بس صدقني في ناس تانية ما تعرفهاش، وما تقلقش التقيل بتاعك جاي. عندك حاجه كمان دلوقتي انك بقيت تشغل اغاني وانت مصور فيديو. كنا زمان واحنا بنصور فيديو لو عايزين نشغل اغاني في الباك جراوند ولا حاجه ما كانش ينفع وانت بتصور فيديو، انت مجرد ما تفتح الفيديو في ابلكيشن الكاميرا خلاص الاغاني تقف. انا عارف ان المشكله دي اتحلت في iOS 18، بس لو جيت صورت برده بابلكيشن الكاميرا بالفيديو وانت مشغل اغاني هتحس ان كواليتي الاغنيه مش حلو. فخد الحل ده احسن لك سواء انت بقى على iOS 18 او قبل iOS 18. بتخش على ابلكيشن الكاميرا بتفتح الكاميرا عادي وبتدوس على زرار التصوير، بس بتدوس دوسه طويله بيظهر قفل على اليمين بتشد ناحيه اليمين. كمان عندك ميزه لو انت بتسكرول ونزلت تحت قوي في اي ابلكيشن سوشيال ميديا تقدر انك تدوس على الساعه او علامه البطاريه ايا كان اي مكان في الاثنين سواء في النوتش او في الدايناميك ايلاند هيطلعك لاول حاجه فوق في الصفحه. بص انا عارف ان الابلكيشن ده موجود على الموبايل، بس تصدقني في ناس كتير مش عارفه ان اصلا الابلكيشن ده موجود، وهو ابلكيشن ميجر اب. هتدوس على الابلكيشن ده وتفتحه، هتدوس على كلمه ليفل اللي تحت على اليمين، وده تقدر تستخدمه في ميزان الحاجه زي ميزان ميه معاك في البيت لو عايز تعلق تلفزيون ولا حاجه فبتوزن بيه. كمان عندك دخول سريع قوي للكاميرا بتاعتك. عارف ان في زرار في اللوك سكرين او شاشه القفل تحت على اليمين ده بتاع الكاميرا لو دوست عليه هيدخلك للكاميرا. طب ليه ما انت ممكن تغير الزرار ده وتحطه اي حاجه انت بتستخدمها في حياتك الشخصيه كتير، لانك اصلا ممكن تشد شاشه القفل او اللوك سكرين دي على اليمين او على الشمال على حسب الموبايل بتاعك عربي ولا انجليزي وهيدخلك على ابلكيشن الكاميرا على طول. فانا مش شايف لها سبب انك تبقى حاطط كاميرا وانت اصلا تقدر توصل للكاميرا بسهوله. كمان عندك ميزه انك تقدر تحط كذا ويدجت على بعض، بتشد الويدجت كده وتدوس عليها جامد
وتاخدهم تحطهم على بعض. دي حاجه بتوفر لك مساحه في الهوم سكرين بتاعتك، وكمان بتقدر تتابع الاخبار كلها والحاجات اللي انت عايزها بسهوله. عندك ميزه كمان انك تقدر تنسخ الصور بتاعتك وتنقلها بسهوله. يعني لو رحت للصوره كده بثلاث صوابع من بتوعك وقفلتهم كده ورحت لاي ابلكيشن تاني ورحت فاتح بالثلاث صوابع كده، هتنقل الصوره على طول. لو جيت حطيت اي مقاس في السيرش بتاع الموبايل، يعني مثلا هحط 100 متر، هيظهر لك ال 100 متر دي هتساوي قد ايه من وحدات القياس الثانيه. كمان عندك في ابلكيشن الاله الحاسبه تقدر انك تحسب العمله بتاعت بلدك لاي عمله تانية بسعر الصرف متحدث لاي عمله في العالم. نظام التركيز او الفوكس ده نظام كبير قوي وحواراته كتير، لو عايزين ابقى اشرحه لوحده في فيديو تاني يبقى اكتبوا لي في الكومنتات. بس باختصار النظام ده تقدر انك تفتحه من هنا، تختار اي حاجه من الاختيارات دي وتقدر تحددها زي ما انت عايز، بحيث ان انت ما يجيلكش نوتيفيكيشن، ما يجيلكش اشعارات، ما حدش يتصل وقت ما انت محتاج. تقدر تعمل وقت للجيم ووقت للشغل ووقت للنوم. كمان عندك ميزه لو انت بتاخد سكرين ريكوردنج او بتصور الشاشه بتاعتك، تقدر انك تشغل المايك وتتكلم وانت بتشرح. يعني بتشغل السكرين ريكوردنج من هنا عادي طبيعي، وما بتدوس عليها ضغطه طويله بتدخل جوه بيظهر لك علامه مايك بتشغله، ودلوقتي تقدر تتكلم وصوتك يطلع مع الفيديو. كمان تقدر تبعت الامضه بتاعتك او اي ملاحظات بخط ايدك انت عن طريق برنامج الاي مسج. لو قلبته بالعرض ودوست هنا هتقدر انك تكتب اللي انت عايزه وتبعته لاي حد انت عايزه. كمان دلوقتي تقدر تقفل النوتس بتاعتك عن طريق الفيس اي دي. بتخش على النوت بتاعتك اللي انت عايز تقفلها وبتدوس على الثلاث شرط اللي فوق على اليمين، بيظهر لك لوك او علامه قفل كده، بتدوس عليها ودلوقتي هي اتقفلت. لما تيجي تفتحها هتتفتح بالفيس اي دي بتاعك. نقل الملفات او الصور الرو او الفيديوهات الكبيره بياخد وقت كبير، واحيانا الاير دروب بتاعنا بيعلق وما بيظهرش بسهوله. بس انت لو جربت توصل التليفونين بنفس الوصله بتاعه الايفون هتلاقيهم لقطوا مع بعض على طول، وبعت الصور والفيديوهات لمجرد بس انك فتحت الاير دروب. وده كله من غير ما تحدد الشخص اللي انت عايزه بالموبايل، هو خلاص الوصله محدده على طول انت هتبعت لمين. كمان تقدر تتحكم في الفلاش بتاع تليفونك وقوته عن طريق الكنترول سنتر. بتنزله كده وبتدوس ضغطه طويله على الفلاش بيظهر لك درجات الفلاش وتقدر تتحكم فيها. طبعا في التليفونات الاحدث بتبقى الشكل غير كده يعني، بس برضه بتقدر تتحكم فيه. كمان بقى لو انت في مكان ومش معاك نت وعايز تبعت اللوكيشن بتاعك لحد عطلان مثلا ولا حاجه، تقدر تفتح ابلكيشن البوصله بتاع تليفونك، هيجيب لك اللوكيشن اللي انت فيه بالظبط بالاحداثيات بتاعت خطوط الطول والعرض. هتاخدهم كوبي وتبعتها له على الاي مسج مثلا برساله رصيد من على الموبايل، وهو لو خد الارقام دي ودخلها على جوجل مابس او ايا كان هيقدر يحدد اللوكيشن اللي انت فيه بالظبط. انت تعرف ان الايفون بتاعك فيه نغمات للهدوء والنوم والراحه والانتفه؟ تعال اقول لك منين. هتخش على الاعدادات، بعد كده امكانيه الوصول او الاكسسبيليتي، بعد كده بتدوس على الصوت، بعد كده بتدوس هنا، بعد كده هتفعلها من هنا. وعندك كذا خيار بقى تقدر انك تختار الميوزك بتاعتك زي ما انت عايز. عندك مطر وعندك نار وعندك عيش بقى دنيا. لو بطاريه تليفونك بتخلص بسرعه تقدر انك تلغي الفايبريشن بتاع الكيبورد. انت ما تتخيلش اللمسه البسيطه دي ممكن توفر لك في البطاريه قد ايه. احنا بنقعد طول اليوم تقريبا نستخدم الشات كتير قوي، فعشان تقفلها بتروح على الاعدادات، بعد كده الصوت، بعد كده بتدوس هنا، وبعد كده بتقفل الاختيار بتاع الهابتك ده. كمان اضافه تايمر في مركز التحكم هيسهل لك كتير قوي لو انت بتظبط الوقت لفترات معينه. مثلا لو انت بتنزل الجيم كتير مثلا بتدوس عليه وعلى طول بتحدد الوقت اللي انت عايز التايم يشتغل عليه بسهوله جدا. كمان تقدر تطلب من سيري ان انت تقول لها مثلا 10 مينت على طول، اول ما تشغلها هي هتظبط لك التايم ده. كمان لو خدت كوبي من اي جمله على الموبايل بتاعك ورحت على الماك بتاعك وعملت بيست هينقل لك الجمله دي على طول. طبعا مش متوفر معايا ماك بس انا عارف المعلومه دي فقلت اقولها لكم. اتمنى اكون ساعدتك وانت بتستخدم الايفون بتاعك، حتى لو انت عارف حاجات اكيد في حاجات انت ما كنتش عارفها. فما تنساش بقى تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب. الجمهور بتاعك يا صديقي. سلام.